انتشرت أخبار صادمة من أمريكا، حيث ألقت الشرطة القبض على رجلين مثليين جنسياً متزوجين على طريقتهما ويقومان بتبني طفلين، وأصبحا يمارسان معهما الرذيلة بشكل لا يصدق، بل وأصبحا يتاجران فيهما بشكل جنسي. فقد كشفت التحقيقات عن تفاصيل مزعجة حول الزوجين الناشطين المثليين المتهمين باللواط في أبنائهما الصغار الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 9 و11 عاماً، وتوزيع مواد إباحية للأطفال محلية الصنع عن الاعتداء الجنسي. اكتشف التحقيق أيضاً أنهما قام باغتصاب الصبيين اللذين تم تبنيهما من خلال وكالة التبني المسيحية لذوي الاحتياجات الخاصة. تم الحصول أيضاً على مكالمات مسجلة مع المتهمين بمغتصبي الأطفال وشهادة من أحد أفراد الأسرة تكشف مدى الصدمة التي تعرض لها الشقيقان، حيث تم اتهام الأبوين بالتبني ويليام دي زولوك جونيور وزاكري جاكوبي زولوك من قبل هيئة محلفين كبرى بتهم اللواط المشدد، التحرش الجنسي بالأطفال، الاستغلال الجنسي للأطفال، وبغاء قاصر. ويواجه الرجلان الآن أكثر من 9 أحكام بالسجن مدى الحياة، وبحسب لائحة الاتهام المكونة من 17 تهمة، فإن الآباء بالتبني مارسوا أفعالا شاذة مع طفلين ما أدى إلى إصابة أحدهم. وتشمل الأدلة 150 صورة من منزل زولوك وصورة قميص للبابا، حيث عثرت الشرطة على ملابس في غرفة نوم الطفل تطابق ما كان يرتديه الصبي في المواد المخلة للأطفال.